بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ده الفيديو الرابع من سلسلة AI with Flutter أو Flutter with AI. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الموديل وعن تفاصيله وعن الطريقة، وقلنا في طريقة تانية نشتغل عليها، وفي تفاصيل كتير اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. الفيديو ده هو تكملة للفيديو اللي فات، إن احنا هنبدأ نعمل الابليكيشن بتاعنا. زي ما قلت إن هو الشغل بتاعنا ده لشغل الفريلانسر اكتر، والحته التانية ان انت تقدر تشتغل على حاجه زي دي لو عندك في الجامعه تقدر تاخد منها 5 درجات بونص تمشي بيها ماده. هي دي الفكره، ان انت تشتغل على الفيديو ده هتلاقي الدنيا معاك حلوه. يعني ما فهمتش مني حاول تدور على حاجه تانية، اسمع الفيديو مره واتنين، شوف يعني هتعمل ايه. اهم حاجه ان انت ما تضيعش الحته دي من ايدك، وبرضه في نفس الوقت ما تسيبش الفلوس تضيع من ايدك. اهم حاجه انك تشتغل وتشوف الدنيا جايه معاك ازاي. طيب دي نقطه. في الفيديو ده هنبدأ نشتغل. عندنا نقطتين مهمين. أول حاجة إن إحنا بعد ما خلصنا الموديل وطلعناه هنيجي نحطه هنا في الأسيتس، وبعدين في باب سبيكت نحطه برضه هنا في الأسيتس زي ما هو، مفيش أي مشكلة. وهنستخدم مكتبة اسمها تنسور فلو برضه بتاعت فلاتر. تعالى تاخد دي كوبي وتضيفها. بص بقى يا سيدي، فانا بيتكلم معاك ان انت لو عايز تثبتها على لينكس، عايز تثبتها على ماك او اس ويندوز مش عارف ايه، سيبك من الكلام ده كله. تعالى بالنسبه للاندرويد، تعمل امبورت عادي، وبعدين عندك ان انت الانتربريتر ده كلاس موجود عندهم، وبتقدر تاخد منه ان انت تضيف الموديل بتاعك، وبعدين بتشوف الموديل بتاعك محتاج كام انبوت وبيطلع كام اوتبوت، ودي هنعملها في الكود. الموديل بتاعنا محتاج كام انبوت؟ 43 انبوت، وده رقم عبيط اصلا. انا مش عارف هو موديل بايظ ولا ايه الدنيا فيه، بس اللي لقيته على النت يعني. عموما انت لو عايز تجرب وتست، فهو اصلا المكتبة عاملة يجي 7 8 امثلة على جيت هاب، تقدر تبص عليهم زي ما انت عايز. بص من هنا اهو، تدخل على جيت هاب، جيب اللي انت عايزه. المثال اللي يريحك اشتغل عليه وجرب فيه براحتك. انا بقول لك الموديل بتاعي يعني ممكن مش احسن حاجه، مش عارف هو مين اللي عامله اصلا. انا اديته زي ما بقول لك، لقيناه على النت يعني مع بعض. هتخش هنا على الاكزامبل، وهتلاقي انواع كتير قوي من الايه، من الموديلات اللي تقدر تشتغل عليها. يعني مثلا هنا الايمج كلاسيفيكيشن ده، ان هو بيعرف الصورة اللي قدامه دي مثلا كلب، قطة، ده رونالدو، ده ميسي، دي عربية، دي موتوسيكل، الحاجات دي. ارجع بقى معايا. الموضوع كله اصلا ما فيهوش حاجة يعني، موضوع بسيط. يعني انت لو حاولت تدور كده مع نفسك، يعني لو قريت بس الكلام ده كلام واضح، اي حد يشتغله عادي يعني. هنا هم عندهم اكتر من حتة. لو انت عايز تطلع عندك انبوت واوتبوت واحد يعني، او عندك مالتي انبوت. تعالى بقى في الكود. انا الكود جبته جاهز برضو على فكره من شات جي بي تي، مستحيل اقعد اكتب اكواد في حاجه زي كده، الموضوع بسيط يعني. ماتيريال عادي. طيب عملنا الكلاس، عندنا الانبوت والاوتبوت، وعملت، او شات جي بي تي هو اللي عمل بصراحه اللود موديل. ودي ان انا بستدعي الموديل وقلت له اعمل لي تشيك في كل نقطه عشان نعرف احنا نجحنا ولا لا. فراح قال لي ماشي. عمل لي ان هو لو الموديل اتحمل كويس هيطلع ان الموديل اتحمل كويس، ما طلعش انا كده كده حاطه في تراي وكاتش وهيطلع معايا ايه؟ ايرور. وبعدين قلت له عرف لي الانبوت بتاعي كام والاوتبوت بتاعي كام. عشان كده انا قلت لك ان الانبوت بتاعنا 43 والاوتبوت بتاعي 1 في 1. طيب رحت انا ايه، بدل ما هدخل ال 43 عندك في اليو اي وافضل ادخلهم كده اهو، رحت انا ايه، عملت فانكشن تانية ودخلت انا الداتا دي كلها في لستة كده اهو، اصلا مش مترتبه. واصلا الداتا دي كلها يعني هو اصلا الموديل كتر خيره لو عرف يقرا الداتا دي، ان هو يبريدكت عليها، يتوقع عليها السعر يعني. وعملت ايه، برنت للانبوت والاوتبوت اهو 1 في 1. وهنا عملت تراي وكاتش عشان اعرف انا واقف في كل حته فين،
وفي الاخر انا عملت ايه؟ كار برايس ده في الابار، وعملت في الاليفيتد بوتون اللي هو ايه؟ البريدكت ايه؟ كار برايس. تعالى بقى لما رن الكود شوف الدنيا تيجي معانا على ايه. عموما لحد ما الكود يرن، لان هو ممكن ياخد شويه وقت. زي ما قلت لك الطريقه دي مش احسن طريقه يعني، كده كده الطريقه اللي جايه هتظبط معانا الدنيا اكتر. لو انت حد كده ايه عايز تشتغل يعني مع نفسك، فانت مضطر انك تتعامل مع الطريقه دي. حتى الطريقه دي مش هتلاقي لها شرح كتير على اليوتيوب، لان هو اصلا اللي بيشرحها هو راجل فلاتر. انا مش فلاتر، انا شغال اي اي وشغال فلاتر، فانا فاهم هنا شويه وفاهم هنا شويه، فعملت لينك بين الاتنين. انما التاني هو بياخد طريقه كده جاهزه بيشوف الدنيا فيها ايه. فانا بقول لك من معاناتي، عشان انا حاولت ما طيرش العميل من ايدي، فانا العميل برضو لازم اراضيه. فالعميل لازم اراضيه ليه؟ ما هو في الاول وفي الاخر ليا انا المكسب وسمعتي والكلام ده كله، عشان بس ما حدش يفهم ان انا لازم ايه اتنازل شويه عن حاجات للعميل. والحاجات دي في حاجات بتنازل عنها، بس عمري ما اتنازلت عن فلوس. انا ما بقلش من الفلوس بالذات، انا عمري ما بتنازل عنها، بتكلم فيها زي اللي انا تعبت فيه باخده. بس بتنازل عن حاجات تانية زي ايه؟ ان انا مش هدقق معاك مثلا في حاجه انت طلبتها، مش في تعديله معينه خلاص هتعديها لك. انما انا في وقت الفلوس والاتفاق انا ما بتنزلش في حاجه زي دي، عشان ده بشوفه من الناس كتير قوي بتكبر دماغها من الموضوع، وتقول لك يا عم اشتغل الاول والباقي سهل ربنا يحله، حاجات زي كده يعني. وده مش كويس. طيب هتيجي تدوس هنا وهتلاقي الاول بوت معاك في التيرمينال تحت. انا هسيب كده كده عشان لو حد عايز يجرب ويتست مع نفسه ويدخل بيانات صح. هو اداني هنا ايه؟ ان الموديل نجح تمام، واداني ان الانبوت اللي مطلوب مني من 1 و43، والاوتبوت 1 في 1، وده الانبوت داتا. وبعدين حصل الرن، وبعدين هنا اهو اداني الاوتبوت الداتا بتاعته 0 و0 والسعر 0. هنا السعر هو معرفش يطلع السعر عشان الداتا اللي انا مدخلها له الداتا بايظه. فانت لو هتجرب جرب مع نفسك، حاول تدخل له داتا مظبوطه. تجرب بقى في ال43 اكيد ملهاش لازمه. انت اعمل موديل مع نفسك، شوف لك حاجه كويسه اشتغل عليها. اكيد الموديل اللي هيجي لك مظبوط ما فيهوش مشاكل. لو جالك فيه مشكله برجع بقى هنا حقك ترجع والكلام ده كله. الطريقه اللي جايه في الفيديو اللي جاي هتبقى طريقه احسن من دي شويه، والدنيا هتبقى معاك حلوه. ما تقلقش من الموضوع ده، هيبقى عندنا اكتر من حاجه تانية. وبالنسبه للموديلات دي، الطريقه الثالثه بقى والرابعه والطرق الكتيره اللي جايه معانا هتحل المشاكل دي كلها. هنعمل بقى اي بي اي، وهنشوف الباكجات اللي جاهزه، وهنعمل موديلات مع بعض من غير ما يكون عندنا فكره اصلا عن الموضوع، والدنيا هترزق معانا وتبقى زي الفل يعني. فان شاء الله استنانا في الفيديوهات اللي جايه، نشوف الدنيا جايه معانا على ايه باذن الله.